عارف انت لما حد في عيلتك يبقى مشهور ومعروف او سمعته حلوه، هتلاقي كده ان نظره الناس ليك والباقي عيلتك اختلفت، وبقى في ثقه من الناس بسبب الشخص ده. اهو بالظبط ده اللي تم مع شركه بيجو لما عملت بيجو 504. حرفيا كده موديل واحد واللي هو 504 شالت شركه بيجو على كتفها ونقلتها نقله تانية خالص، وده بسبب شعبيتها اللي انتشرت جدا جدا في وقت قليل، ومبيعاتها الضخمه اللي وصلت لاكتر من 3 مليون عربيه في اوروبا والعالم، واكتر من مليون عربيه في افريقيا بس، ودي تعتبر ارقام اعجازيه في الوقت ده. ظهر الاسد بيجو 504 في 12 سبتمبر سنه 68 بتصميم من المهندس الطلياني ألدو بروفاروري، واللي كان بيشتغل وقتها في مكتب بيننفيرينا، ودي الشركة اللي صممت عربيات كتير لفراري لكن سابتها وحاليا بتعمل تصاميم لنفسها اخرها الباتيستا الكهربائية. ال 504 ظهرت في صالون باريس وكانت بموديل سيدان 4 باب وسقف ثابت وموتور بقوة 1800 سي سي 79 هورس باور، وقبلها كان في اضطرابات سياسية وصناعية لفرنسا في شهر مايو وده اللي أخر ظهورها 3 شهور، وبعدها بسنة بالظبط سنة 69 خدت جائزة أفضل سيارة في أوروبا، وده دليل على مدى كفاءتها. ال 504 ظهرت بالشكل السيداني اللي كلنا عارفينه وبالشكل كوبيه في نفس السنة، وظهرت بالستيشن بعدها بسنة، واخر حاجة منها النص نقل اللي تقريبا ما نزلش منها في مصر. ال 504 نزلت بموديلات بفئات مختلفة. اول فئة كان بيجو 504 ال بيجي بموتور 1800 سي سي جر خلفي كورونا. تاني فئة 504 اس ار بموتور 2000 سي سي جر خلفي كبالن خلفية. تالت فئة 504 جي ار بموتور 2000 سي سي جر خلفي كورونا. رابع فئة 504 جي ال ودي اعلى فئة بموتور 2000 سي سي جر خلفي وكبالن خلفية، وبتتميز بتصميم عدادات دائري ومسند للرأس بيكون جوه المقعد والتحكم فيه بشكل ديناميكي. ده غير ان الشبكة الامامية فيها خطين كروم مع تطعيمات كروم في القوائم والمقابض الداخلية مع فرش جلد للابواب او جلد مطعم بصوف. اما بقى بالنسبة لمواصفاتها فالعربية نزلت بارتفاع متر 46 وطول 4 متر 48 وعرض متر 69 وارتفاعها عن الارض 16 سنتي ووزنها طن 75 كيلو وسرعتها القصوى 190 كيلو بمعدل تسارع من 0 ل 100 في 12 ثانية، وكانت مؤهلة جدا للمواقف الصعبة وانها تجر حتى احمال كبيرة، فكانت دايما بتنزل بجنش خلفي يأهل العربية لجر عربيات باوزان تقيلة، وده نتيجة لقوة دفعها وعفشتها. البيجو 504 اتوقف انتاجها في اوروبا سنة 1983، وبرغم ده الا ان انتاجها استمر في كينيا لسنة 2005 ونيجيريا لسنة 2006، وتقريبا الكلام ده ما حصلش مع اي عربية تانية، وده بيرجع لمميزات كتير في العربية، اولها الاعتمادية. بنسمع كتير عن مصطلحات خاصة بالعربيات، واكتر واهم مصطلح بنسمعه هو الاعتمادية، والاعتمادية بتتحدد في اغلب العربيات في حالة ان العربية ما فيهاش اعطال الا حاجات بسيطة او ما احتاجتش للصيانة بشكل كبير لفترة متوسطة من 5 ل 10 سنين، بتختلف بقى من نوع عربية للتاني. لكن لما تيجي عربية تعمل خلل وتغير المفهوم ده تبقى اكيد عربية استثنائية ومختلفة، وده بقى اللي عملته بيجو 504 باستمرارها واعتماديتها من سنة 86 لحد وقتنا ده. عشان كده بتعتبر من اكتر العربيات اعتمادية في التاريخ، ده اذا ما كانتش اكترهم. وده طبعا مش معناه انك تسيب العربية بعطلها، بالعكس اهتمامك بيها بيزيد من اعتماديتها. ال 504 موتورها يعتبر قوي وده في كل موديلاتها. تالت ميزة صيانتها واللي تعتبر سهلة ومش معقدة، وده بيخلي اغلب الصناعية يشتغلوا فيها. رابع ميزة توافر قطع غيارها، ده غير انها بتقبل قطع غيار بديلة في بعض الاجزاء. خامس ميزة اتزانها وثباتها على الطريق، وده لان تصميمها بيجي بانحناءات بتساعد انها تكون انسيابية على الطريق، ده غير متانة العفشة وتناسق وزنها مع ابعادها. فمن الاخر كده البيجو 504 هتديك تجربة قيادة ممتعة جدا على الطريق مش موجودة في موديلات حديثة.
سادس ميزة قوة الصاج ومتانته. سابع ميزة استهلاك البنزين. استهلاك ال 504 للبنزين يعتبر متوسط ومقبول بالمقارنة بعربيات تانية من نفس الفئة باستهلاك 10 لتر لكل 100 كيلو. تامن ميزة قوة نظام التعليق، ودي واحدة من أهم مميزات ال 504 وهو متانة العفشة وقوتها واللي بتخليها تستحمل وتكون اعتمادية. تاسع ميزة مساحتها الداخلية واللي مناسبة إنها تكون عائلية. عاشر ميزة ارتفاع عن الأرض يعتبر مناسب جدا لشوارعنا وللطرق المكسرة والمطبات. أما الميزة رقم 11 شعبيتها، وده بسبب إنتاجها بأعداد كبيرة في العالم وأفريقيا، فبالأخص في مصر ليها شعبية كبيرة جدا جدا. وعشان إحنا شعب ما بيسيبش أي حاجة تعدي كده، فالعربية خدت ألقاب كتير في مصر، فقالوا عنها أسد الطريق، النعش الطائر، البابور، أسطورة التاكسي الأبيض في أسود، وحش الطريق الزراعي. والبيجو 504 بتستخدم كعربية أجرة لحد النهاردة، وبتنقل مئات الركاب كل يوم من محافظة للتانية وبمسافات كبيرة جدا. وبرغم ده إلا إن العربية أعطالها قليلة وما بتقولش لأ في أي مشوار أنت هتدوس فيه، ونتيجة لسعرها اللي يعتبر رخيص بالنسبة لمواصفاتها والمميزات الكتير اللي ذكرناها، فإعادة بيعها تعتبر سهلة وسريعة. وزي ما ال 504 ليها مميزات الا ان برضه ليها عيوب ولازم نتكلم عنها. اول عيب سعر الموتور اللي يعتبر عالي في حاله انه محتاج تغيير. تاني عيب قطع غيارها الاصليه مش موجوده بشكل كبير. تالت عيب البرومه واللي بتنتشر فيها من وقت للتاني. رابع عيب ال 504 في الطرق المكسره مش هتبقى مريحه نهائيا وهتحس بكل النار المطبات، وده نتيجه لمتانه وصلابه العفشه. خامس عيب ضعف الياي الخلفي، وده مش في كل الموديلات وبيكون في حاله انك بتستخدمها في اوزان عاليه بشكل مستمر. اما اخر عيب العزل فيها يعتبر ضعيف وسيء جدا وهيخليك تسمع صوت الموتور والكاوتش بشكل كبير. لكن طبعا مع الوقت هتتأقلم مع كده، وفي الغالب ممكن ما يكونش عيب بعد كده. ده كده بالنسبة لل 504 واللي تعتبر أهم عربية جت في تاريخ البيجو والأكثر تأثيرا. وبسبب تأثيرها والطلب الكبير عليها أعلنت شركة بيجو عن الشكل الجديد منها، وده كان في فعالية معرض مونديال السيارات سنة 2018 ونزلت بشكل جديد باسم اي ليجند. فمن رأيي أنا شايف إن البيجو 504 تعتبر قيمة جدا جدا مقابل سعرها واللي يعتبر رخيص بالنسبة لإمكانياتها. وبكده خلصنا فيديو 504. متنساش يا صاحبي اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.